متلازمة انتظار بداية الحياة، والمعروفة أيضاً باسم متلازمة الحياة المؤجلة، هي نمط سلوكي ونفسي يجعل الشخص يؤجل باستمرار الاستمتاع بحياته وتحقيق أهدافه في انتظار لحظة أو ظرف مثالي في المستقبل. يعتقد المصابون بهذه المتلازمة أن حياتهم الحقيقية لم تبدأ بعد، وأن ما يعيشونه الآن هو مجرد مرحلة تحضيرية، هي حالة نفسية يعيش فيها الفرد وهو يركز على المستقبل، معتقداً أن كل ما هو أفضل سيأتي لاحقاً. هذا التأجيل لا يقتصر على جانب واحد، بل يمكن أن يشمل الحياة المهنية، العلاقات الشخصية، أو تحقيق الأهداف الذاتية. على الرغم من أنها ليست مصنفة كمرض نفسي رسمي، إلا أنها طريقة تفكير وسلوك يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة النفسية والإنتاجية. لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الإعجاب. من أعراض وعلامات المتلازمة: الشعور بأن الحياة في وضع الانتظار، وهو إحساس دائم بأنك تنتظر شيئاً ما ليحدث قبل أن تبدأ بالاستمتاع بحياتك. أيضاً التأجيل المستمر، وهو الميل لتأجيل القرارات والأفعال المهمة مع إيجاد أعذار بأن الوقت ليس مناسباً الآن. كذلك عدم الرضا المزمن، فحتى لو كانت الأمور تبدو جيدة ظاهرياً، هناك شعور داخلي بالتأخر وعدم الرضا. ومنها أيضاً التركيز على المستقبل وإهمال الحاضر، والشعور بالفراغ عند تحقيق الأهداف. تتعدد العوامل التي تساهم في تكوين هذه الحالة، ومنها الخوف من الفشل ولا الرفض، ولا السعي إلى الكمال، وانخفاض تقدير الذات، ولا الضغوط والتوقعات الاجتماعية، والتربية والبيئة الأسرية. والخطوة الأولى للتغلب على المتلازمة هي الوعي بالمشكلة والاعتراف بوجودها. بعد ذلك يمكن اتباع النصائح التالية: عش اللحظة الحالية، وحدد أهدافاً واقعية، وتجنب مقارنة نفسك بالآخرين، وتقبل عدم الكمال، واطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو مختص في الصحة النفسية.